قوي، فيجلس هنا في هذا البيت مع حذيفة بن اليمان. حذيفة بن اليمان ده كاتم سر رسول الله، اللي النبي اداله أسماء المنافقين، اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه الفتن اللي هتحصل بعده. وعمر يجلس لحذيفة والناس قاعدة ويقول له يا حذيفة حدثني عن الفتنة، أنا خايف على الإنجاز الكبير ده، خايف على الأمة، خايف على حضارة المسلمين، حدثني عن الفتنة. فقال فتنة الرجل في بيته وأهله وماله. قال لا مش بسألك على فتن الحياة الدورية العادية، أسألك عن الفتن التي تموج بالأمة موجا، خايف على الحضارة. فقال حذيفة وما لك وما للفتنة يا أمير المؤمنين، إن بينك وبين الفتنة بابا مسدودا لا يفتح حتى تموت يا عمر. فيقول له يا حذيفة أيفتح الباب أم يكسر؟ فيسكت حذيفة قال بل يكسر يا أمير المؤمنين. فقال عمر إذن لا يعود إلى مكانه. ويقوم عمر بن الخطاب زعلان لبيته، فيسأل الناس حذيفة أنه باب وأنه فتنة ويكسر ويفتح؟ قال لهم الباب عمر يحمي الأمة من الفتنة، فإذا مات عمر كسر باب تفتح منه الفتنة. احفظوا على بلادنا من الفتنة يا جماعة، اوعى تكون الفتنة بتدخل من بابك، خليك باب ولو في عمارتك ولو في عيلتك. الفتن كتيرة اليومين دول، احمي بلادنا من الفتنة، احمي مجتمعك من الفتنة، احمي ولادك من الفتنة، احمي نفسكم يا شباب من الفتنة. عمر خايف على الحضارة انها تقام، ايه اللي يهد الحضارات؟ الفتن. ويرجع عمر لحذيفة ويقول له يا حذيفة أناشدك الله، هل بسببي ستحدث الفتنة؟ هل حد من عمالي اللي موجودين على البلاد المختلفة اللي أنا معينهم في البلاد المختلفة أحد المنافقين الذين ذكرهم لك رسول الله؟ فقال اعفني يا أمير المؤمنين. قال أقسمت عليك لا تقل اسمه، ولكن هل يوجد من عمالي أحد من المنافقين؟ قال نعم واحد يا أمير المؤمنين. فصحي عمر تاني يوم وقام عزله. عمر مش عايز يكون حتى بعد موته باب للفتنة، اوعى تكون انت باب للفتنة، احفظ بلادنا من الفتنة. ويرجع عمر ويسأل حذيفة تاني، قال يا حذيفة كيف تبدأ الفتنة؟ قال يتشاتم كبار الأمة فتبدأ الفتنة. فيطلع عمر ويقول والله لأقطعن لسان من شتم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعال شوف يا عمر كيف سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هيفتح بقه على أصحاب رسول الله أقطع لسانه. فيجي عبد الله بن عمر ابن عمر بينه وبين المقداد بن عمرو مشكلة، فيشتم عبد الله بن عمر المقداد، فيقول عمر سأقطع لسان عبد الله بن عمر. فتجري الصحابة يقولوا له لا يا عمر، قال لأسن سنة من سب أحد من أصحاب رسول الله قطعت لسانه لأكون أول من سن قطع ألسنة الفتنة. ويروح المقداد ويقول له سامحت يا عمر، فيعفو عنه. يا خايف على الفتنة، وأنا خايف على الفتنة في بلادنا. احفظوا بلادنا من الفتنة. شفتوا عمر وإنجازات عمر؟ عرفتوا ليه